ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيال بقى كانوا عايزين كيكه، بس عاوزين يزينوها يعني بالكريمه والحاجات دي، مش تورته قوي يعني، هي كيكه يعتبر كيكه من العاديه، بس هنزينها لهم شويه كريمه معرفش ايه. انا هي يعتبر دي طريقه الكيكه العاديه، بس انا ايه حبيت بس افصل الصفار عن البياض، اضرب كل واحد لوحده عشان بس تبقى هشه شويه. إيه لو انت مش عايز تفصلي الحركه دي، ممكن برضو تعملي يعني تحط البيض على بعضه. وتضربي كله مع بعضه شويه الاول بالمضرب الكهرباء او بالخلاط كويس قوي، يعني لحد ما البيض كده يعمل فوم حلو. هو ده اللي بيخلي فيه يعني ايه الكيكه هشه شويه. لو انت الخطوه بتاعت انك تفصلي البيض عن الصفار صعبه عليكي، ممكن تحطيها على مصفى، يعني تفتحي البيضه على عارفه المصفى اللي احنا بنصفي بيها مثلا اليانسون، الحلبه، الحاجات الصغيره دي. تفتحي البيضه عليها، تنزل البيض وتسيب لك الصفار، او تفتحي صوابع ايديك كده وتحط عليها البيضه تنزل لك البيض والصفار يبقى فوق. هي ما بتعمليها على نص قشرة البيضة كده، على فكرة بتبقى سهلة مش صعبة. اهم حاجة اللي انت لو انت عايزة بقى تعمليها تورتاية تورتاية، لا يعني على الصينية الصغيرة اللي هي بتاخد مثلا كوباية دقيق واحدة، بتحط خمس ست بيضات. انا عامله 3 بيضات عادي، انا كده 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 في العادي بحط مثلا ايه بيضتين، فانا زودت بيضه واحده، فانا بقول لك هي مش تورته يعني، هي يعتبر كيكه بس ايه مزينينها. الخطوه اللي انت بتعملي فيها البياض دي، لازم الطبق ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه، لو في نقطه ميه البياض مش هينفع. لازم لما ترفعيه كده يبقى ماسك كده ما ينزلش. البياض يبقى اول حاجه، ما ينفعش يبقى فيه نقطه ميه، البياض ده ما ينفعش ينزل فيه نقطه صفار. ما ينفعش يبقى جنب اي نار اي سخونه هيفك منك. ممكن انت تستغنى عن الخطوه دي كلها زي ما بقولك، وتحط كله في طبق واحد، بس تقعدي تضربي في البيض شويه. الطبق بقى اللي انا حاطه فيه الصفار ده عادي تضربي مكان البياض، عادي تضربي بالمضرب عادي. حطيت بقى عليه الفانيليا، ودي معلقه خل، حط معلقه خل كبيره كده، وحط كميه السكر اللي انت هتحطيها، كوبايه سكر كوبايه وربع سكر على حسب انت هتحط كميه دقيق قد ايه. انا عامله تقريبا كوبايتين دقيق بس، فدي الكيكه العاديه بالظبط بحط لها قد كوبايه سكر او كوبايه وربع سكر. ودي كوبايه الا ربع زيت. ممكن تخليها سمنه وزيت، ممكن تخليها زبده وسمنه، زبده وزيت، بس هو الزيت اكتر حاجه بتخلي الكيكه هشه. اضربي برضو ده كده لحد ما حبيبات السكر تبدا برضو يعني ايه تنعم شويه، حاول يكون السكر ناعم شويه، بلاش السكر اللي هو الاسمر الخشن ده. يبقى انا كده بدات عملت ايه، فصلت البيض عن الصفار. ممكن ما تفصليش، وزي ما قلت لك لو انت عايزاها كيكه هشه قوي، حط خمس ست بيضات بقى، هي التورته كده خمس ست بيضات بيحطوها على كوبايه دقيق واحده او كوبايه وربع دقيق بس، في اللي هي اللي في الصينيه، اصغر صينيه مدوره، بتبقى تقريبا مقاس 20 او حاجه زي كده صغيره قوي، انما القالب اللي احنا بنعمل فيه ده كبير بياخد كوبايتين يعني. فلو انت هتعملي كوبايتين دول وعايز تعملها تورته، ممكن تحط عليها 10 بيضات، هما بيعملوا كده في المحلات، ما تستغربوش من الرقم. ويفصلوا بقى البيض عن الصفار، بيعمل فوم بقى، لان المفروض التورته ما بيتحطش فيها بيكنج باودر. المفروض التورته النفشان اللي بيجي لها ده من البيض بس، مش من البيكنج باودر او حاجه. ده بقى انا زودت هنا، حطيت كيس من اللي هو الفروت البرتقال ده، عشان انا كنت عايزاه بالبرتقال ومش عندي برتقال، وحطيت مثلا ربع كوبايه ميه بس، ما حطيتش حاجه تاني، لان البيض الفوم بتاعه كانه عامل زي كانه حاجه سايله. ونزل بقى بالدقيق ده، انا كنت نخلته مره بنخله تاني، يكون دقيق، المهم ان هو يبقى دقيق كويس. انخليه نخلته مره في الطبق ده، ومره نخلته هنا تاني. عايز تعملها بقى بالكاكاو، شيل مثلا 3 4 معالق من الدقيق ده وبدلهم ب 3 4 معالق كاكاو، لو انت عايز تعملها شوكولاته. يبقى انا حطيت هنا هناك البيض 3 بيضات، فصلت البياض ضربته لوحده هناك كده اللي في الطبق ده، اهم حاجه يكون الطبق مفيهوش ولا نقطه ميه، مسحب منديل كده. وفي الطبق الاخضر ده حطيت 3 صفار مع الفانيليا مع معلقه خل مع كوبايه سكر، ضربتهم كويس قوي مع بعض لحد ما حبيبات السكر راحت. ونزلت عليهم بكيس فروت برتقال، لو انت مش عايزاه بلاش عادي، لو انت عايزاه كيكه عاديه باللبن عادي. كيس فروت برتقال، وحطيت ربع كوبايه ميه، لو انت مش هتحط بقى الفروت برتقال ده ممكن تحط نص كوبايه ميه بس. بس نزلت بقى عليها، انا كنت نخله دقيق زي ما بقولك، ده كوبايتين دقيق نخلتهم تاني عشان بس تبقى هشه شويه. هتضربي كده شويه الصفار مع الحاجه دي، وبعدين تنزلي بقى بالبياض ده، يعني مثلا تنزلي بقى على مرتين او 3. لو انت طبعا عامله كميه تنزلي مثلا عليه يعني كل شويه تنزلي بمعلقه، هو عشان كميه صغيره فنزلنا بيه كده. بس لما تحط بقى البياض ده، ما تقلبيش بقى بالمضرب او كده، لا تقلبي واحده واحده كده بالاسباتر او بالمعلقه الخشب، علشان ما تضيعيش الهواء بس اللي انت بتدخليه فيها من البياض ده. تاني، لو انت عايزاها تورته من اللي هي العاليه قوي اللي انت بتشوفيها دي، هتعملي مثلا 5 بيضات، تفصلي البيض عن الصفار زي ما احنا عملنا. طبعا البيض هيديكي كميه اكبر من كده. والصفار هتحطيه في الطبق التاني وتضربيه مع السكر والفانيليا ومعلقه الخل، وبعدين تنزلي عليه بالدقيق وتنزلي عليه بالبياض واحده واحده وتحطيهم مع. لو انت عايزاها تورته هتحطي الكميه ال5 بيضات دي مع كوبايه وربع دقيق بس، وتحطيها في صينيه مقاس 20 اللي هي المدوره الصغيره دي، زي التورته، زي مقاس، بصي مقاس التورتيه الصغيره، اكيد انت عارفه كده المقاس اللي انا بقول عليه ايه. بقولك ان القوام بتاعها بيبقى كده ناعم كده، ما بينزلش سايل كده زي التانية، لا بصي اللي هو بينزل زي ده كده.
ده القوام المفروض يبقى التورته. نزلت بقى عليها بالصينيه، طبعا الصينيه بتاعتنا كبيره، دي صينيه كوبايتين، صينيه كيكه عاديه. لو انت بقى عايزه تستغنى عن كل ده وتعملي كيكه عاديه عادي، انت كده متاكده انت بتطلعها هشه وعاليه وكده، تعملي كيكه عاديه عادي وتقسميها من النص وتزوقي اهلهم بالكريمه وخلاص. انا كده كده ماليش في التزيين قوي يعني، انا بس مجرد قسمتها وحطيت في النص كريمه بس، وحطيت على وشها شويه كريمه، كان عندي شويه شوكولاته بشرتهم كانوا في التلاجة كده، او تشتريها عادي. والقالب الكبير ده الشوكولاته اللي بتبشرها بيبقى ب30 جنيه. لو انت عايز تشتري بقى من عند العطار او تشتري الاكياس اللي هي في السوبر ماركت ده عادي. دي كانت حوالي كوبايه كريم شانتيه كده، احط عليها معلقتين سكر لان هي الخام. لو انت جايبه الاكياس خدي بالك ساعات بيبقى عليها سكر. كوبايه الميه اللي هتحطيها عليها او كوبايه اللبن لازم تبقى تلج، لازم تبقى فيها قطع تلج كده، تكون مطلعاها من الفريزر. لو ميه عاديه مش هتربط معاك الكريمه. لو انت عندك الكريمه اللباني اللي هي في العلب اللي هي السائله شويه، تخلطها مع الكريم شانتيه برضو بيبقى احسن، بيبقى احسن من الكريم شانتيه لوحده. انا اللي كان عندي بقى ده والله كان في التلاجة، ما اشتريتش يعني، ده كان موجود عندي مره حبه على حبه يعني من اللي انا ببقى جايباهم. فالمهم دولت كانوا تقريبا كوبايه كوبايه وربع كده، اللي هو الكريم شانتيه. وده زي ما قلت لك ده اللي هو السايب اللي من عند العطار. لو انت جايبه الاكياس خدي بالك ممكن يكون فيه سكر، فما تحطيش سكر. ده حطيت له معلقتين بس سكر كده، ويا ريت برضو السكر يبقى حبيبته ناعمه عشان ما تحسيش فيه بالكريمه كده. ضربتها كده مع كوبايه الميه المتلجه او كوبايه اللبن المتلجه، لازم تبقى متلجه، ركزي على الحته دي. هتضربها كده لحد ما ترفعي المضرب تلاقي ان الكريمه ثابته عليه مش بتنزل معاكي. لازم تبقى عامله بوس كده الكريمه، ابصي لازم تبقى عامله بوس كده، ما ينفعش تنزل كده بقى كويس. انا كملت ضرب فيها لان انا كنت ايه، بصي دي الكيكه بقول لك هي طريه جدا. غير الكيكات اللي احنا بنعملها دي بتبقى طريه جدا 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 من جوه. المفروض ان الخطوه دي بتاعه الكيكه انت اعمليها بدري يعني، يستحسن لو انا حطيت هنا على الكريمه معلقتين كاكاو والعيال قالوا اعملي لنا الكريمه بالشوكولاته. يستحسن لو انت عامله الكيكه دي تبقى عاملاها من بالليل، عاملاها مثلا اول ما قمت الصبح وهتعمليها على بالليل. اللي في الكوبايه ده ميه وحط عليها شويه سكر. لو انت عندك شربات اللي هو الشربات ده يعني حط. لو انت عندك العلب اللي هي بتاعه الكمبوت ده خد من الميه اللي فيها حط فيها كمبوت الخوخ الاناناس اي حاجه. بس بترشرشي بس على الكيكه كده بحيث ان هي بتبقى مثلا بايته عندك او عاملاها من بدري فبتبقى نشفت شويه. ما ينفعش تعملي كيكه وتشتغلي بيها، هتسيح وهتسيح الكريمه وهتفرفت منك مش هتعرفي تقطعيها. انا قسمتها على 3، هو الكميه بتاعتي دي المفروض كانت تقسم على 2، انا قسمتهم بقى على 3 لان هو بيحبوا الكريمه يعني بيحبوا طبقه الكريمه. قسمتها كده حطيتها، ودي حطيت فوقها الطبقه التانية كده اللي في النص. انت بقى لو انت عامله الصينيه زي ما بقولك الصغيره هتطلعها لك اعلى، هتعرفي تقسميها براحتك على 2 3 براحتك. المهم كده زي ما بقولك ده تزيين عادي خالص. انت بقى لو انت متمكنه تعرفي تعملي بقى التزيين احسن مني ده. انت كده بين الطبقات بتاعه الكيكه كده، وحطيت التالتة كده فوقيها وخلاص كده ايه، عملتها كلها بالكريمه من فوق ومن الجناب. احنا كده قسمنا الكيكه، حطينا بين كل الطبقات كريمه، وبعدين الطبقه الاخيره حطيتها وحطيت كمان ايه، نزلت بالجناب كمان كده بالكريمه. ده جوز هند عندي. انت لو شوكولاته مبشوره عندك كميه، انا كان عندي والله بس ما جاش في بالي من الاول. حط على الجناب كده، ده ابسط حاجه احنا نعملها، حط على الجناب كده شوكولاته مبشوره او جوز هند او فرماسيلا اللي عندك، حط كده على الجناب. طبعا هي بتمسك فيها من الكريمه، عايزه تزودي هتزودي شويه كريمه برضو هتمسك معاك. بس كده بسيط. كان عندي كده ايه حتى كيس حطيت كده في الكيس القمع ده، وحطيت بقى شويه الكريمه اللي حطيتهم، قلت اعمل لهم شويه وردات كده فوق كانها ايه بقى تورته يعني. كنت اعملها كيكه عاديه وفوقها شويه كريمه وخلاص. قلت خلاص طالما عندي الكريمه طالما عندي الحاجه دي يعني، انا لو مش عندي ولسه هطلع اشتريها كنت هكسل. فطالما لما لقيت بقى الحاجه قلت خلاص هعملها لهم. طالما الكيكه بيضه عملت لهم الكريمه بني. لو انت عامله الكيكه بني بالشوكولاته لا خلي الكريمه بيضه عشان تبقى حلوه معاه. المهم بقى انا في الاخر ده بقى بقول لك الشوكولاته القالب اللي ب 30 جنيه على فكره ببشر كميه كبيره. ده ما كانش كله، ما كانش مبشور كله، كان في حته كمان انا سايباها وحته العيال كلوها وما اعرفش ايه. حط بقى من النص كده، عايز تحط في الجناب زي ما بقول لك البشر بتاع الشوكولاته ده بتبقى حلوه برضو بتبقى ممتازه فيها. حط بقى على الوردات اللي انت عاملاها. دي كان حبه فرماسيلا باقيين عندي. اكيد انتوا فاكرين الحاجات دي لما باجي ازين بيها حاجه، الحاجات اللي بتبقى باقيه معايا العيال طبعا كانوا واقفين عايزين يعملوا اي حاجه. وكان باقي عندي اقول لك كام قطعه من الشوكولاته برضو، كل ده من القلب الشوكولاته الواحد على فكره غير اللي هم كلوه. قطعها كده زي صوابع كده وحطها. لو انت عندك كميه من الشوكولاته ده برضو قطعيها ارفع من كده وحطها في الجناب برضو هتنفع اي تزيين بقى انت بتحبيه. انا وريتك ابسط حاجه يعني. طبعا اللي ما بيعرفش يعمل خالص تورته كده زي حالتها هيعرف يعمل الطريقه دي، لان انا يعتبر ما عملتش فيها حاجه. ده بقى ايه، شفت احنا لما عملنا الكيكه انا قطعت من الجناب بقى من هنا ومن الجنب من هنا ومن الجنب من الجنب من الجناب. فطبعا بابا مقطعاها وفيها شويه الكريمه اللي انا كنت حطاهم فيها من الجناب دي. بص بقى دعكاها كده كويس واعملها كور كده. هنعملها الكيك بوبس ده اللي العيال بيحبوا لي بقى في المحلات ده. يبقى انا جوانب الكيكه اللي انا قطعتها عشان مش هنرمي طبعا حاجه من الكيكه. طبعا هي فيها كريمه، لو انت لو هي ناقصه معاكي كريمه حط لها معلقتين كريمه كمان. المهم تدعكيها كده بايديك، البسي جرافز كده ودعكيها بايديك وكورها كده كور. بقيت بقى الشوكولاته المبشوره اللي عندي، عندك بقيت جوز هند،
عندك شوكولاته وانت مسيحاها، عندك اي حاجه، ابسط حاجه خالص. لو انت بقى عندك شويه جوز هند، هتبصي هتلفيها كده هتلفيها كده في الجوز الهند او في الشوكولاته اللي عندك كده، وتحطها بقى. انا عندي الايه، انا حتى ما كانش عندي الستيكس الخشب الصغير، كان عندي اللي هي الكبيره بتاعه الشيش طاووق، قسمتها كده وبقيت احطها فيها كده. بص كده، المهم غلفيها كده الاول لو انت عندك بقى بعد اللي احنا عملناه ده جوز الهند والشوكولاته، عندك شوكولاته انت مسيحاها مثلا على حمام بخار، هتنزلي بقى في الشوكولاته، هتمسك عليها، هتبقى ممتازه، هتبقى ممتازه. البتاع اللي انا بحط فيها دي بقى، ده حته فله. رماسي قالت لي يا ماما انا هغلفها لك واجيبها لك، غلفتها كده وجابتها. زي ما بقول لك، دي الستيكس الخشب دي بتاعه الشيش طاووق، انا قطعتها كده عشان احطها فيها للعيال زي ما بيشوفوها كده في الاعياد الميلاد والحاجات. بص، انت عملت لهم، ما رميتيش حاجه، هي كيكه في الاول وفي الاخر كيكه عاديه، انت عملت منها الحاجات ديت، بسطتهم جدا، اتاكلت كانها، لو انت يمكن لو عامله كيكه مش هتتاكل. انت كل الحكايه على الكيكه بتاعتك، هتجيبي مثلا ب 20 جنيه كريم شانتيه خام وتضربيه بس، مش اكتر من كده. انت مجرد الكيكه العاديه بتاعتك عملتيها عادي، وزي قسمتها لهم حتى نصين اتنين، وحطيت عليها الكريمه دي. بص بقت عامله كانها تورته. حطيت لها انا حته كريمه كمان من تحت كانت متبقيه، جت حاطه في الطبقه اللي تحت دي كريمه، والكيك بوبس بتاعهم كله شكله جميل وتحفه، وكلوه بسطوه كانه حاسس ان هم عندهم عيد ميلاد، وبسطتيهم وعملتيهم كانك شاريها لهم. جربها لهم بقى يا رب تعجبهم. هي احسن حاجه هتعجبهم الكيك بوبس اللي بقى في الستيكس دي. وكمان لو عندك شوكولاته سايحه وتحطها عليها، بقول لك هيبقى شكلها خطير. ايه رايك بقى في الكيكه اللي احنا عاملينها؟ اللي هيشوفها يقول لك كانك عامله تورته. لو انت بقى محترفه شويه هتزينها طبعا احسن مني شويه، هتظبطيها احسن مني شويه. دي بقول لك زي اللي هم ملهمش يعني في الحاجات دي خالص. واحسن حاجه دي بقى، هم هيحبوا دي موت بقى. لو انت عندك شوكولاته بيضاء اعملي عليها من فوق كده خيوط كده، هتطلعها برضو شكلها تحفه وجميل، هتعجبهم وهياكلوها، مش هيسيبوا لك الكيكه تتركن ولا اي حاجه، هتعجبهم موت. يلا جربوها لهم والف هنا وشوفها يا رب.